السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله قبل ما اتكلم في اي حاجة حابة بس اشكر كل المشتركين الجداد بتوعي والقدام برضو. حابة اشكركم يا حبايبي على ثقتكم فيا واشتراككم في القناة. وحابة اقول لكم كلكم والله انا بحبكم في الله، وانتوا كلكم اخواتي في الله. وبسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يجمعني بهذا الحب انا وانتم يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. حبيت بس ابتدي بالكلمتين دول عشان من باب يعني من لا يشكر الناس فلا يشكر الله. حبيت اشكركم على كل التعليقات الجميله اللي بتكتبوها لي. بتشجعوني وبتحفزوني، ودايما ببقى نفسي اقدم لكم كل اللي يفرحكم زي ما بتفرحوني كده ان شاء الله. النهارده جايه اكمل معاكم موضوع التوفير، وعندي كده شويه افكار وعندي شويه اقتراحات عايزه اعرضها عليكم ويا رب تعجبكم ان شاء الله. اتفضلوا القهوه بقى معايا كده. انا مأجله القهوه دي طول النهار وقلت هشربها معاكم وانا بعمل معاكم الموضوع ده. من باب برضو التوفير، هي دي اول قهوه اشربها النهارده، وده المشروب الوحيد اللي انا شربته بس النهارده هشربه معاكم. حبيت اجله وقلت اشربه معاكم وانا بتكلم. اتفضلوا بقى معايا كده او افصلوا الفيديو وقوموا اعملوا لنفسكم فنجان قهوه، كوبايه شاي، الحاجه اللي بتحبوها، وتعالوا يلا اسمعوني ونتكلم مع بعض كده ونفضفض بكلام حلو كتير هيعجبكم. عايزه اقول لكم يا بنات، عندي كده شويه افكار بدات انفذها. انا بصراحه ما كنتش بنفذها في الاول، بس دلوقتي خلاص بدات انفذها وبمشي عليها، وباذن الله نتيجتها هتكون هايله ان شاء الله ليا وليكم. عايزه اتكلم معاكي في التوفير وانت رايحه تشتري مستلزمات المطبخ، يعني من اكل وجبن وحاجات تلاجة وحاجات من دي. اول نصيحه عايزه اقولها لك النهارده، ما تروحيش السوق وتاخدي جوزك معاكي. طبعا هتستغربوا ليه يعني. الراجل دايما بطبيعته بيحب يشتري كل حاجة كتير، ما يعرفش الحاجة ديت البيت محتاجها ما يحتاجهاش، بيحب يصرف وخلاص كده عمال على بطال. ويقول لك بقى ازاي انا ابقى راجل كده وراح اشتري كمية بسيطة الناس تقول عليا ايه. تجنبي جوزك خالص، روحي لوحدك. تاني حاجة يا حبايبي عايزة انصحكم بيها النهاردة، لما تكوني بتتسوقي في السوق وشفت عروض ابهرتك قوي واغرتك وحابة تشتريها بقى علشان سعرها الرخيص، اعرفي ان البياع ده مش عامل لك العرض ده لوجه الله. اكيد في حاجة بايظة وهتشيل حاجة، اكيد في حاجة مدة صلاحيتها قربت تنتهي وهو عايز يخلص منها. فدايما تبصي على العرض ده على مدة صلاحيته. لقيتيه فترة كويسة وهيستحمل معاكي، بس برضو ما انصحكش انك تشتري لوحدك. اتفقي مع جيرانك، اتفقي مع اصحابك، مع اخواتك، مع والدتك حتى، مع سلايفك في البيت ايا كان. قولوا لهم في عرض حلو قوي وهيوفر لنا، بس العرض ده يبقى كتير على واحدة. ايه رأيكم نجيبه مع بعض ونقسمه؟ منك هتستفيدي بسعر العرض البسيط، وفي نفس الوقت ما خدتش كمية اكتر من احتياجاتك عشان ما تبص عندك. ده بالنسبة للمأكولات او الجبن او الحاجات دي. طيب بالنسبة لعروض المنظفات، انصحك ان انت تجيبي عروض المنظفات لانها فعلا بتوفر لنا كتير، والمنظفات في البيت احنا ما بنستغناش عنها ودايما بنحبها تكون متوفرة في البيت. دي بالنسبة للعروض، ده رأيي فيها يعني. في الخضار برضو، لو عايزة تشتري خضار بالجملة، زي مثلا عدة طماطم، قفص طماطم على بعضه مثلا، بيكون سعره رخيص جدا على لما تكوني هتشتري بالكيلو. برضو علشان يعني الكمية كتير عليكي، اتفقي برضو مع حد ان انت تشتروها سوا وتقسموها سوا. بتكوني استفدتي برضو بالسعر البسيط، وفي نفس الوقت ما خدتش كمية اكتر من طاقتك. زي ما بقولك كده. مش عيب ان انت تفاصلي مع البياعين، انتوا عارفين ان البياعين بيبيعوا كلام اكتر ما بيبيعوا بضاعة. يعني بتروحي تشتري الحاجة منهم يفضلوا بقى يقولك ده جميلة قوي، ده اشتري بدل ما تشتري كيلو اشتري اتنين يا حاجة، ده السعر بتاع النهاردة ده مش هتلاقيه بكرة، بكرة الحاجة هتكون طقطقين من النهاردة يعني. قول لهم يا جماعة انا باخد على قد احتياجاتي ولما عاوز اجي اخد تاني، حابة اشيل الاحراج عن نفسك بقى عشان البرستيج بقى والحاجات اللي انتوا بتحبوا تحافظوا عليه ده. قول لهم التلاجة بايظة وبحب اخد الحاجة على قد عشان ما تبص مني، دي ما تعتبرش يعني كدبة، هي تعتبر انت بتخرجي بالشياكة عشان ما تحسش انك مش عايزة تنفعيه. طيب عايزة اقولك كمان، آه
طول ما الأساسيات موجودة عندك في البيت زي الرز، الفراخ، اللحوم، الأسماك، المكرونة، السمنة، الزيت، السكر، دي تعتبر أساسيات لازم تكون موجودة في البيت بوفرة شوية. دي الحاجات اللي المفروض تحرص عليها تكون بوفرة، لكن الحاجات اللي تجيبها على القد هي الفاكهة واللحوم. في كمان نصيحة عندي بالنسبة للفاكهة، شوفي انت عدد أسرتك قد ايه، وتشتري الفاكهة بالظبط زي ما هتكون، يعني ما تروحيش تقولي للراجل عايزة 2 كيلو موز، عايزة 2 كيلو تفاح، لا. اعرفي انت عدد أسرتك مثلا 4 أفراد مثلا، أقل حاجة اهو. شوفي كام مثلا الفرد فيكو بياكل مثلا كام موزاية، كام تفاحية. مثلا الفرد هياكل 7 موز، روح قولي للراجل انا عايزة 8 صوابع موز توزنهم لي زي ما يجوا بالظبط. طيب هتقولي لي في حد بيعمل كده؟ هقول لك انا اسمع ان الاجانب بيروحوا يشتروا الفاكهه دي بالواحده، وبيروحوا يشتروا من البطيخ ده، ما بيجيبوش البطيخه على بعضها، يعني بسمع ان هم بياخدوا البطيخ ده بالشريحه. طبعا احنا مش اغنى من الاجانب يعني. منك بتوفري في الفاكهة في فلوسها يعني، ومنك كمان ما بتجيبيش ازيد من احتياجاتك، علشان طبعا انتوا عارفين ان الفاكهة عمرها قصير، ومهما تحطها في التلاجة برضو ممكن تبوظ منك. دي برضو من ناحية الفاكهة. طيب عايزة اقولك كمان الحاجات اللي اولادك بيشتروها من المحلات او من السوبر ماركت او من، يعني النايتي، الكيكة، البسكويت، الحاجات اللي الاطفال بيشتروها، يعني يفضلوا يشتروا فيها طول النهار من الدكاكين دي. انت تشتريها بالجملة، يعني تشتري مثلا علبة بسكوت، علبة نايتي، علبة شوكولاتة، تحطها لهم في البيت وتعرفيهم ان ده الدكان بتاعكم الخاص في البيت. هتحبوا تشتروا الحاجة تعملوا لهم كده زي صندوق، زي حصالة، حطوا حقها هنا وخدوها، بدل ما تشتروا من بره تشتروها من هنا، انا عامله لكم هنا دكان. منك انت بتجيبي لهم الحاجه بالجمله وبسعر ارخص من ما هم يشتروها حاجه حاجه، وفي نفس الوقت الفلوس اللي انت تديلهم علشان يشتروا بيها انت خدتيها اصلا. دي فكرة كويسة برضو، انا بدأت انفذها مع ولادي. الافكار كتير قوي قوي يا جماعة، وانا قاعدة دلوقتي يعني مش مرتبة حاجة، كل ما تيجي في دماغي فكرة انا بعملها، او مثلا ممكن تطق في دماغي فكرة كده اقولها لكم ما كنش انا بعملها، هبتدي انفذها معاكم ان شاء الله. عايزه اقول لك من باب التوفير في البيت كمان، ممكن الكاتل اللي عندنا في البيوت ده بيستهلك كهرباء كتير جدا، فايه لما نرجع للبراد بتاع زمان، نعاير كده بالكوبايه على قد ما هنشرب بالظبط علشان نوفر في الغاز، ما تغلي بسرعه، وفي نفس الوقت وفرنا في الكهرباء، ما عملناش في الكاتل، وفرنا كمان في استهلاكنا للميه. الظروف اللي احنا فيها دلوقتي مش حابة منظرة يعني، كلنا عندنا الكتل، محدش يقولك انت ما عندكيش. استعمل البراد اليومين دول. ما تكوني مثلا هتولعي الفرن علشان هتدسي مثلا صواني، هتطبخي مثلا صواني خضار، هتعملي حلويات، طبعا كلكم عارفين ان احنا بنولع الفرن قبلها ب10 دقايق، بربع ساعة، علشان الفرن يسخن. استغلي الوقت اللي انت مولعه في الفرن ده، وما تسيبيش الغاز يضيع على الارض. حمصي العيش بتاعك اللي انت بتحتاجيه للفتة، حمصي الكزبرة اللي انت بتطحنيها عشان تبقى عندك فريش كده، يعني حاولي تستغلي اي حاجة توفري بيها. وما تستعيبيش اي حاجة خالص، يعني عايزة اقولك كل حاجة بتشتريها فصلي فيها وما تنكسفيش. تكوني ست بيت شاطرة، يعني ما تبصيش بقى انا هفاصل هعمل هيقولوا لي انت بخيلة، هيقولوا لي اللي بيفاصل ده بخيل. لا، مفيش حاجة اسمها بخل دلوقتي، انت بتحافظي وبتسيطري على ميزانيتك علشان تقدري تواجهي الظروف دي. عندي افكار كتير قوي قوي، ومش هخلصها برضو في الحلقة دي كلها، لانكم عارفين ان انا ما بحبش اطول عليكم. هجيلكوا الحلقة الجاية بافكار تانية كتير حلوة ومفيدة، ويا رب تكون الافكار المتواضعة اللي انا قلتها لكم النهاردة دي تعجبكم وتنفذوها. انا فعلا يا بنات بحب كل ما يجي في دماغي حاجه كده اجي اقولها لكم، ما ببقاش مرتباها والله، ولا ببقى حتى عارفه انا هطلع اقول لكم ايه. كل اللي بيجي في دماغي بطلع اقوله، يعني ما تنتظروش مني مواعيد معينه للحلقات دي بالظبط، لان انا يعني كل ما بتيجي في دماغي فكره ببقى حابه اطلع اقولها لكم. فان شاء الله يا رب باذن الله الفيديو يعجبكم. وكل حبايبي المشتركين الجداد عايزه اشكركم كمان مره. والناس اللي بيشوفوني لاول مره وحابين يشتركوا في القناه، اشتركوا وان شاء الله مش هتندموا. وتدوسوا لايك واشتركوا لي في القناه.
وفعلوا الجرس علشان اول لما انزل الفيديو تشوفوه على طول. واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي.